ازيكم عاملين ايه؟ عمرك شفت وقابلت حد بيعمل الحاجات دي؟ انت اصلا عارف ايه هي الاصوات والحركات اللي بتتعمل دي؟ طب وده هل بارادتهم ولا غير ارادتهم؟ عمرك اصلا قابلت حد بيعمل الحركات دي فجأة وضحكت واتريقت عليه؟ الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن متلازمة توريت. في ناس كتير قوي بسبب قلة الوعي ما يعرفوش يعني ايه متلازمة توريت، وبيشوفوا ناس بتعمل الحاجات اللي احنا شفناها في الفيديوهات اللي فاتت دي وبتضحك عليها وبتتنمر عليها. طب انتوا عمركم حسيتوا بالاحساس بتاع القهرة اللي الناس دي بتحسه، او الاحساس بتاع الضعف والانكسار، احساس الاحراج اصلا ان الناس دي بتتحرجوا علشان المواقف اللي هي بتتحط فيها دي؟ هل عمركم حسيتوا بالمعاناة اللي الناس اصحاب المرض ده بيحسوه بسبب قلة الوعي؟ طب خلينا نبدأ ونقول من البداية يعني ايه اصلا متلازمة توريت. متلازمة توريت هو اضطراب عصبي بيتميز بحركات واصوات غير ارادية وبتزيد عند التوتر والقلق، والحركات والاصوات دي اطلقوا عليها اسم عراض، ودي بتكون متكررة وسريعة جدا وبتحصل زي ما قلنا بشكل غير ارادي من غير تحكم من الشخص المصاب. والمتلازمة دي بتشمل اعراض حركية واعراض صوتية. الاعراض الحركية هي ايه؟ هي حركات مفاجئة وغير متوقعة لعضلات الجسم، ممكن تكون بسيطة زي رمش العين وهز الراس، وساعات بتكون معقدة زي القفز او لمس الاشياء. طب والاعراض الصوتية؟ هي اصوات غير اراديه زي الشخير والتنحنح، وساعات بيبقى فيه اصدار لاصوات غير مفهومه اصلا، وفي حالات قليله قوي بتوصل الاصوات دي لالفاظ نابيه اللي هي الكلمات اللي مش كويسه. هتيجي تقول لي طب ايه سبب المرض ده؟ لحد النهارده هم ما لقوش سبب معين محدد للمرض ده، بس بيعتقدوا ان العوامل الوراثيه والبيئيه ليها دور كبير قوي في المرض. ندخل بقى على الاعراض. المرض بيبدا في مرحله الطفوله، من سن ال5 سنين ل10 سنين بيبدأ يظهر، والأعراض دي اللي هي زي ما قلنا الأعراض دي اللي هي الحركات والأصوات اللي بتطلع، قلنا إن احنا سميناها أعراض. دي بتزيد أو بتقل مع تقدم العمر، وزي ما قلنا في أول حلقة إن الأعراض دي بتزيد مع التوتر والقلق ولحظات الإثارة. وفي بعض الحالات الأعراض دي بتكون شديدة جدا لدرجة إن هي بتأثر على حياة الفرد اليومية. الشخص المصاب ده ما بيقدرش يتعايش مع الناس وما بيقدرش يؤدي يومه بشكل طبيعي. طيب هو المرض ده ملوش علاج؟ للأسف هو ملوش علاج ولسه ما اكتشفوش ليه علاج خالص. بيتعاملوا مع المرض ده عن طريق تهدئة الأعراض، بيهدوا شوية الأعراض بالأدوية النفسية والعلاج المعرفي السلوكي والعلاج النفسي. ففي النهاية أنا حابة أقول إن متلازمة توريت ممكن تأثر على حياة صاحبها لدرجة ان تخليه ان هو مش قادر يتأقلم مع المجتمع بسبب حاجات بتحصل خارجة عن ارادته. فبلاش اما نشوف حد بيعمل حركات مفاجئة وغير متوقعة نضحك او نتريق نتنمر عليه، بلاش نبصله النظرات السخيفة لان هو اصلا بيعاني بما فيه الكفاية. وخصوصا الاطفال اللي بيعانوا من المتلازمة دي، ولو عندهم متلازمة العراض الصوتية، دول بيعانوا جدا في المدرسة، فلازم نوعي أطفالنا إن هم ما يتنمروش على أصحابهم. وعلى فكرة في حالات الأعراض دي بتختفي معاها مع التقدم في العمر، يعني كل ما بتكبر الحاجات دي بتقل معاها والأعراض دي بتقل معاها لحد ما بتختفي خالص. فنرجع تاني ونقول لازم نحاول إن احنا يبقى عندنا وعي كافي إن احنا ما نتنمرش على حد عنده حاجة خارجة عن إرادته. هم مش بيبقوا قادرين إن هم يتحكموا في الأصوات ولا في الحركات الفجائية بتاعت جسمهم دول، فلازم نتعلم ازاي نحترم غيرنا، لان بجد المرض ده بيأثر على حياتهم وهم بيعانوا بما فيه الكفاية. واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي واستنونا في اللي جاي. سلام.